بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اخر حاجه في الفانكشنز واللي هي الريتيرن. الريتيرن طبعا كانت في الكنترول ستراكشر، وقلت دي من المواضيع المتقدمه شويه ودينا وصلنا لها. الريتيرن طبعا مش بس في الفانكشنز بس، احنا يعني معظم المبرمجين بيستخدموها بس في الفانكشنز لان هي اكتر استخداماتها في الفانكشنز. الريتيرن وظيفتها انها ترجع قيمة مش تطبع. احنا هنا قلنا ان الفانكشن بينفذ البلوك كده، عشان كده لما قلنا صم ما قلناش ايكو صم. ليه؟ لان في ايكو قبل كده، هو الدالة نفسها بتنفذ السطر ده، شو هو بينفذ البلوك كده، نفذ ده ونفذ ده، وبما انه نفذ ده يبقى هنا بما ان في ايكو يبقى هيطبع لنا. طب افرض انا مش عايزه يطبع، انا عايزه يرجع لي القيمه وانا براحتي بقى، يطبعها يا ما اطبعهاش، يطبعها يحطها في متغير، اعمل اللي انا عايزه بقى، يطبعها يا ما اطبعهاش. طب ارجع القيمه دي ازاي؟ انت تحدد ايه اللي انت عايز ترجعه. انت عايز ترجع المتغير ريزلت، عايز ترجع المتغير ريزلت، تقوم عامل ريتيرن ريزلت. يبقى هنا الداله دي هترجع لك القيمه ريزلت. هنا قيمه ريزلت في الحاله دي كام؟ 8. يبقى هنا ممكن نشيل صم دي ونعوض عليها ب8. يعني صم بالشكل ده كده هي بالظبط 8. يعني لو قلنا ايكو صم 3 و5 كأننا بنقول له ايكو 8. ليه؟ لان صم دي كلها، الدالة دي كلها بترجع لنا 8، يبقى ايكو صم دي تساوي 8. انما لو قلنا له ايكو الشكل ده يبقى هنا الصم دي كلها تساوي ايكو 8، يعني الصم دي كلها تساوي ايكو 8. انما لو قلنا ريتيرن بالشكل ده يبقى لازم نحط له ايكو صم علشان نطبع. او ممكن احنا لو جينا عملنا كده نيجي بس الاول نشوف هنلاقيه طبع لنا 8. طيب لو عملنا له كده هيطبع لنا 8؟ لا، مش هيطبع حاجة. ليه؟ لان احنا رجعنا قيمة بس، يبقى هنا القيمة دي 8. تمام. طيب افرض انا عايز اخزنها في متغير تاني، اقوم قايل له مثلا نمبر، اي حاجة نمبر يساوي sum. يبقى هنا كأني بقول له نمبر يساوي 8 بالشكل ده. او ممكن اغيرها اخلي مثلا 5 و10 مثلا، يبقى هنا كأني بقول له نمبر يساوي 15 بالشكل ده. برضه هيطبع لنا حاجة؟ لا، برضه مش هيطبع حاجة لان انا ما عملناش ايكو، هنا ريتيرن بس، فهنا نفذ لنا ريتيرن بس. هنا ممكن نقوم قايلين له ايكو نمبر بالشكل ده، هيقوم طبع لنا 15. جميل، طبع لنا 15. هو ده الفرق ما بين الايكو ما بين الريتيرن. الايكو بتنفذ وبتطبع، انما الريتيرن انت بترجع قيمة، يعني بتعوض عن الدالة دي كلها بقيمة معينة.